احنا ماشيين تدريجي وزي ما تيجي تيجي. ناس كتير جدا ماشية بالمبدأ ده في الحياة، ويوم بيجر يوم، وبيعدي شهر وسنة ورا سنة، وبيقف يسأل نفسه هو أنا وصلت لفين. كتير جدا مننا وهو ماشي في الرحلة بيبقى عنده أسئلة كتيرة جدا وأفكار في دماغه نفسه يحققها، وأسئلة نفسه يلاقي إجابة عليها، وكمان خطط نفسه ينفذها مش عارف يبدأ منين. ناس كتير جدا بيبقى نفسها تتغير، وبتحاول مرة واتنين وتلاتة، بس مش عارف البداية الحقيقية منين. واسمح لي أقولك على قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، لما جه في يوم من الأيام ووقف وبص للشمس وقال هذا ربي، وبعد كده بص للنجوم وبص للسماء وبص للكواكب. وفي كل مرة كان بيسأل نفس السؤال لحد ما وصل لإجابة واضحة وصريحة ومباشرة، وقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وهنا سيدنا إبراهيم لقى الإجابة واضحة وصريحة، وده اللي خلاه أبو الأنبياء. كتير مننا بيبقى عايز يتغير، بس بيبقى محتاج رؤية، محتاج وضوح. رمضان بيديك الوضوح ده بكل سهولة. ليه؟ لأن شهر رمضان بيساعدك على إن أنت تركز مع أفكارك، وتبقى في نوع من السكينة الداخلية جواك، فتقدر تسمع لصوتك الحقيقي، لصوتك الداخلي اللي جواك، وتقدر تقعد تفكر وتراجع نفسك وتسأل نفسك الأسئلة المهمة، زي هو أنا ماشي في الطريق الصح؟ والطريق ده هيوصلني لفين؟ وضوح الرؤية هي مهمة جدا في رحلتك، وممكن تكون من أقوى ضربات البداية اللي هتاخدها عشان تعرف تكمل الطريق وانت ماشي برؤية واضحة وصحيحة. في باقي الحلقات مع رمضان ضربة البداية.